حدوة شيطانة بنت بركش بتعمل ايه في مسلسل المداح؟ هو احنا فينا من كده؟ قالوا ان في طلاسم حقيقية ورموز بترمز للأسحار وفيها خطر على المسلسل. بصراحة اكيد ما صدقتش، لان لو كان في أسحار حقيقية وكاملة برموزها الحقيقية صناع المسلسل نفسهم ما كانوش هيعرفوا يصوروا المسلسل. ولكن اول ما شفت الرمز ده، وخليني اعرفكم عليه، وهو هاء هندية عددها فردية، معروفة في الأسحار والعالم السفلي وفي السحر القديم، اسمها حدوة شيطانة بنت بركش. وبصراحة أول ما شفت الرمز ده الحقيقي اتأكدت إن في حد بيمدهم بالمعلومات، خصوصا عن الأسحار القديمة من كتب السحر القديمة. حد قاري ومطلع وعارف هو بيقول لهم إيه. ولكن الرمز ده حقيقي ولكنه مش كامل. يعني اللي قال لهم على رمز شيطانة بنت بركش أو حدوة شيطانة بنت بركش عارف ومتأكد إن الهاء أو الرمز ده لوحده كفاية على إنه يرمز للأسحار أو الشياطين للعالم السفلي، لأنه لو كان كامل ما أعتقدش إنه صناع المسلسل كانوا عارفوا يصوروا أصلا. يعني زي ما وعدتكم هقول لكم الحقيقة من الخيال في مسلسل المداح، والرمز اللي قلت لكم عليه ده يهدف لرمز حقيقي من السحر القديم، ولكنه مش كامل، لأنه لو كان كامل هم نفسهم كانوا هيؤذوه. أما عن ده اللي انتوا فاكرينه طلسم، ولكنه رسمة مش طلسم. الرسمة دي المفروض يكون حواليها بعض الرموز الخاصة بالعالم السفلي، ولكن الحقيقة ان الرسمة بس هي اللي موجودة. لو انتوا قلقانين من الرسمة دي فهي ملهاش اي خطر خالص ولا ليها اي معنى، وهتلاقوا نفس الرسمة دي قريب منها قوي، واشكالها هتلاقوا على الجداريات الفرعونية القديمة زي المعبد اللي كانوا بيصوروا فيه. وارجعوا كده للبرديات والكتب الخاصة بالفراعنة هتلاقوا نفس الشكل ده قريب منه. فما تقلقوش، ده مش طلسم، ده رمز من رموز الطلسم. أما بقى عن اللي في وش نائلة ده فهو برضو محرف شبيه للكتابة الفرعونية. في كام حرف من الرموز أو الطلاسم بتاعت السحر القديم على كام رسمة من الفراعنة، فبيوهموكم إنه هو طلسم، ولكن الحقيقة ده محرف. لو كان طلسم حقيقي اترسم على وجه الأمورة العسولة الممثلة دي كانت باظت. ولكن تاني هرجع واقول لكم ان في حد بيمدهم بالمعلومات دي قاري او مطلع على كتب السحر القديم، ولولا التحريف ده ما كانوش عارفوا يصوروا المسلسل. هنا سأصمت قليلا على هذا الخلط. عجبني قوي في مسلسل المداح انهم يمثلوا مي كساب بميسز انفورميشن اللي بتجيب معلوماتها من منظمة الميسيو اللي انا قلت لكم عليها من 2-3 سنين. فبصراحة شابوه، عجبني، حبيت، لأنه بصراحة حقيقي وواقعي، وده اللي لازم الناس تفهمه. ومش هي بس، ده ناس كتير قوي بيستخدموهم من المشاهير لبس كل الأفكار الغير محبة أو الأفكار المضللة علشان حضراتكم تتوهوا وتروحوا في سكة اللي يروح ما يرجعش، للتشكيك في الألوهية والعقائد الدينية. وده يرجعنا بطاولة الاجتماعات السنوية بتاعتهم اللي كل سنة بيحضروا ويخططوا على ايه اللي هيعملوه من احداث علشان يقولوا للناس ويصدقوا اللي هم عاوزينه، علشان نشك في ان في اله وفي قدر وفي ان كل لن يصيبنا الا ما كتبه الله لنا. شابوه هنا لصناع مسلسل المداح، بصراحة حبيت. نيجي بقى عن ان ازاي المداح العلوي اللي هو ملوش علاقة بالعلويات ما يعرفش ان الدكتورة دي هي أساس الفساد أو هي الشيطانة اللي بتحاول تخلص عليه. معقولة محجوب رغم الكرامات دي كلها اللي هو عاملها؟ ده حتى عدم الموت. خليني أقول لكم، لو هو شخص علوي بجد وفي خير أو من العلويات وبيعرف يتعامل مع هذا العالم فمستحيل يضلل زي ما هو مضلل كده في المسلسل اللي انتوا شايفينه ده. ولكن الحقيقة في حالة واحدة بس، لو الشخص الروحاني أو اللي واخد عهود علويات أو روحانيات بحتة، إمتى يحجب عن القوة الأخرى اللي ممكن تضره؟ إذا وقع في الخطأ، يعني إذا عمل خطأ أو تعدى على الحدود اللي مسموح بيها، هنا في عقاب، والعقاب
أو من ضمن العقاب اللي ممكن يتعاقبه هو إنه يحجب عن كل ما يضره هو وأهله. يعني إيه يحجب؟ يعني ما يقدرش يشوف القوة اللي كان بيشوفها في الأول. يعني أي شخص علوي بيتعامل مع العلويات، فبالنسبة له كده زي اللمبة اللي بتنور في وشك لو قابلت أحدهما. فهو بقى معنى إنه قابل أحدهما وما شافهوش، المفروض إن هنا هو وقع في خطأ، ولكن مش فاهمة المسلسل غرضه إيه. فهنا في خطأ. مفيش حاجة اسمها إنه علوي ما يقدرش يطلع على السفليات أو يعرف إن الشخص ده من العالم السفلي. مستحيل. عجبتني قوي اللقطة دي في مشهد بسيط ومفسر لحياة كل ساحر من السحرة. فعلا الساحر بيكون ليه مكان خاص بتعليق الأسحار أو دفنها أو حرقها أو الشغل بتاعه اللي أنا كنت حكيت لكم عليه زمان. فبصراحة شابوه للمنظر ده، لأن فعلا هي دي حياة السحرة، أو هي دي بتبقى عاملة زي أماكنهم، كلها دمار وخراب وعرايس زي ما انتوا شايفين لأذى بني الإنس. عجبني جدا. مش بقول لكم تعرفوا حد عارف في عالم السفليات؟ الحقيقة كان نفسي تطلعوا أو تعرفوا حد أقوى بشوية عشان يمدكم في عالم العلويات، أو الشخص العلوي يقدر يعمل إيه وما يعملش إيه. يعني هنا المفروض إن المداح وقع في خية الساحر اللي راح له من غير ما يكون محصن وخلى الشياطين تأيده وتسلسله. ده اسمه كلام؟ ده أنت المفروض يا مداح اللي تأيدهم وتسلسلهم. هل الشخص الروحاني ممكن يسلسل بالطريقة دي ويقع في مكيدة ساحر؟ يحارب لكن يقيد بالطريقة دي؟ غالبا كده هيصححوها في الحلقة الجاية. كان نفسي قوي انهم يكون معاهم حد علوي علشان يفيدهم اكتر في سياق المسلسل. في حاجات كتيرة هما بيشيروا إليها، خصوصا على الشخصيات المشاهير، أو إن الشياطين بتتعامل مع بني الإنس لاستخدامهم في السيطرة على الأرض. ده كله احنا عارفينه ومتأكدين منه. صراع الخير والشر، وخصوصا موضوع المقام، إن الناس تدعو بغير الله، ففعلا دي من ضمن الحاجات اللي فيها تشكيك في الألوهية والعقائد، وإن احنا نبعد عن الله عز وجل. وفي حاجة كمان، إن كل ما هو على السوشيال ميديا فهو محرف وكذب إلا ما رحم ربي. فخدوا بالكم ما تقعوش في خاية الدراما والأفورة بتاعت السيناريو علشان شد الناس وجذب المتابعين في ان احنا نصدق الكلام الفاضي اللي هو بيتقال، زي ان عودة الموت ان هو اسقاط نجمي. مفيش حاجة اسمها اسقاط نجمي، وده حاجة مضايقاني جدا ان الناس بتبرر رجوع صابر من الموت ان هو اسقاط نجمي، وده عبث وكذب وزيف وتضليل. ومفيش حاجة اسمها اسقاط نجمي، ولا فيها حاجة اسمها ان الشخص يخرج من جسم الأسير ويروح لأبعاد أخرى. ده كلام فاضي وكلها شيطانية بحتة. أنا متأكدة إن في حد مع صناع العمل بيقول لهم على معلومات، ولكن للأسف الشديد عالم سفلي ملهاش أي علاقة بالعالم العربي. مع احترامي للجميع، كلكم على عيني وعلى راسي، تمثيلكم هايل. تاني هقول التصوير هايل، الإخراج هايل، ما شاء الله حاجة مشرفة. تحياتي لكل صناع العمل، مفيش أي ما بيني وبينكم عداوة. أنا بتكلم لشخص المداح أو القصة بتاعت المداح، كان لازم إن احنا نهندلها شوية علشان نقدر. احنا بنخش بيوت الناس فلازم ندخلها واحنا متأكدين إن مش كل الناس عاقلة ومش كل الناس تدري، وكل نفس أمارة بالسوء، وفي أفكار هنا مش حلوة، وفي حاجات هنا مش لطيفة. على قد التوعية اللي انتوا بتوعوها للناس، على قد ما الخراب فيها أكتر من التوعية. خدوا بالكم يا مشاهدين. تحياتي لصناع العمل.